بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني اخواتي من جديد مطبخ ولاء للطبخ والحلويات. كما كتلاحظوا معايا اليوم غادي نقدم واحد الحلوه اللي معروفه ولكن بشكل جديد، الا وهي حلوه الخليط. كما كتلاحظوا معايا فشكل جميل، مكونات بسيطه وما كتاخذش منا واحد المجهود كتير، فنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم. فكما كتلاحظوا معايا فهذا هو الشكل ديالها، شكل راقي، مكونات بسيطه انتم كما كتلاحظوا. فإلا عجبتكم ما تنساوش دعموني وتشاركوها مع العائله ديالكم والاصدقاء، واهم شيء هو الدعاء. والان ان شاء الله ندوزو المقادير ومرحله التحضير. مقادير كنحتاجو ان شاء الله عندنا 500 غرام مارغرين الزبده اللي كتكون بهذا الشكل، عندنا كاس ونص نتاع العنبه نتاع الجنجلان اللي محمر في الفران بهذا الشكل، ما يعادل 150 غرام. فانا كنعبر بهذا الكاس باش كنسهل على الاخوات، ها هو فيه كلشي، الزنجلان، سنيده، سوائل. كذلك عندنا كاس ديال العنبه من القرقاع او الجوز ما يعادل 100 غرام. عندنا كذلك كاس ديال العنبه من الزبيب اللي مقطع بهذا الشكل رقيق، كذلك ما يعادل 100 غرام. عندنا 14 معلقه تاع الطعام من ماء الزهر، و14 معلقه من زيت المائده، ونصف ملعقه صغيره من خميره الباكين باودر او الخميره الكيماويه. انا هذه المعلقه عندي هنايا صغيره على الملعقه الصغيره، يعني النصف ديال الملعقه الصغيره. عندنا كذلك سكر بودره، وعندنا كذلك غنحتاجو منه 14 معلقه في العجين وباش نفندو الحلوه ديالنا. وعندنا الطحين على حسب الخليط، ولكن انا غادي نعبر بالكاس هذا نتاع اللي كنعبر به جميع المكونات، فغادي نعبر به ونقول لكم شحال دخل لي ان شاء الله ديال الطحين. فالان كما كتلاحظوا معايا فانا وضعت جميع المكونات ديالي. فالان غادي نضيف 14 معلقه هانتوما ديال السكر الثقيل. وهنا بالنسبه للاخوات تقدر تستغنى على القرقاع او الجوز، تستعمل اللوز، ولا ما كانش عندها بزوج فكتستعمل غير الجنجلان والزبيب. والان غادي نضيف الزيت. فالان بعد ما ضفت الزيت كما قلت لكم 14 معلقه، فكنضيفوا ماء الزهر كذلك 14 معلقه حتى هو. فالان كنخلط هاد العناصر كاملين. فالان كما كتلاحظوا من بعد ما دمجنا جميع العناصر خلطناهم كاملين، فكنضيف نصف ملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. فالان غادي نضيف الطحين. كما قلت لكم انا غادي نعبر ونقول لكم شحال، لان حنا عندنا كنديروه على حساب الخليط. فالان كما كتلاحظوا معايا فها هي العجينه ديالي. فانا بالضبط دخل لي هنايا ديال الطحين او الدقيق دخل لي كيلو بالضبط. فهانتوما كتشوفوا الشكل ديال القوام كيف كيكون، يعني ما خفيفه ما قاصحه متوسطه. المهم انه دخل لي كيلو ديال الطحين. فالان غادي ندوزو للتشكيل ديالها. والان كنشكلوا العجين. فالاخت تقدر تستعمل هذه الطريقه او تستعمل طريقه اخرى. هذا الشكل كتجي بحال اللي غادي تعملها كويره، يعني شكل كويره، ومن بعد تولي تشكلها هكا حربول على هذا الشكل
بحال الشكل ديال الكيك اللي كنديرو حنايا هكذا، وتعطيها هاد الفورمه هاد الشكل، وتبلعها مزيان وتوضعها في الصينيه، اولا كتجيب بحال هاد الشكل العجين، تحاول دير حربول طويل بهذا الشكل، والاخت تلف هكذا، تقطع بالموس وتبلعها مزيان، كتكون وجه الصينيه. طبعا الصينيه كتكون ما مدهونه ما مرشوشه لا بالطحين لا حتى بشي حاجه، لان فيها الزبده فيها الطحين فما نخافوش منها. والفران يكون عندنا مسخن على درجه حراره 200، كندخلوها للفران نشعلوا ليها الفوق ومن التحت ونخليوها حتى تحمر لنا. فانا غادي نكمل العجين ديالي هكذا، ومن بعد نكملوا تتمه الوصفه. كما كتلاحظوا معايا من بعد ما كملت العجين ديالي، فانا الفران عندي مسخن كما قلت لكم على حراره 200 درجه، فغادي نشعل ليها من الفوق ومن التحت، غادي نخليها طيب حتى تحمر لي شويه مزيان، وديك الساعه نخرجوها ونكملوا تتمه الوصفه. كما كتلاحظوا من بعد ما خرجتها من الفران هي باقيه سخونه، فهذا هو الشكل ديالها، فهي باقيه سخونه. غادي نوضعوها سكر ثقيل بهذا الشكل، هنا السكر عندنا سبيسيال، خليوها تشرب. لازم تكون سخونه، نوضعها السكر كلاصي او سكر ثقيل باش تشرب لنا السكر مزيان. فانا غادي نكمل الحلوه ديالي ومن بعد نكملوا تتمه الوصفه. الان كما كتلاحظوا معايا فهي من بعد ما انتهيت من الحلوه، هذا هو الشكل النهائي ديالها هو كيصبح. فانا عندي هنايا باش غادي نزينها، فعندي عجينه اللوز لون ابيض والغوز والاخضر، فنقدروا تستعملوا عجينه الفوندو او عجين السكر. وعندي هنايا مول ديال السيليكون اللي كيكون فيه الوردات، وعندي ورقات. فنبداو ان شاء الله العمل. فالان كما كتلاحظوا من بعد ما سرحت عجينه اللوز اللي عندي، فالان كنرشمها ورقات بهذا الشكل ثم هكذا. الان كما كتلاحظوا من بعد ما جهزت الوريقات ديالي، فالان كنعمل كويرات على هذا الشكل ونوضعها هنا في المول ديال السيليكون عفوا بهذا الشكل. خرجتها تعطيني هذا الشكل. فكنجيب الحلوه ديالي كتلاحظوا معايا بدون ما توضع حتى شي حاجه اللي غادي تلصق، فمن بعد غادي يبس هذا الشيء. فبهذا الشكل كنوضعها ورقات، وكنجيب الورده ديالي وكنوضعها في الوسط بهذا الشكل. هانتوما كتلاحظوا غادي نعاود وحده اخرى حداكم. هانتوما كنجيب الورقات ديالي بهذا الشكل نوضعهم، كنجيب العجينه نتاع اللوز اللي عندي نوضع كره بهذا الشكل،
كنوضعها في السيليكون هكذا، نحيدها نتوما، كنجي وكنحطها هكذا في الوسط بهذا الشكل. فانا غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكمل العجين ديالي كامل.